السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. أول شي مبارك عليكم الشهر وكل عام وانتم بخير. قبل ما نبدأ الفيديو اليوم راح أطلب منكم شغلتين. إذا ما كنتي مشتركة في القناة فاشتركي في القناة. ثاني شي حابة أطلبه منكم أن تروحون تشيكون قناة بنت الجزائر، هي أخصائية تجميل من المنزل، تسوي خلطات جدا روعة لمختلف الأشياء، سواء شعر سواء جسم، يعني خلطة تكبير، تصغير الأشياء، كل الأشياء. فروحوا شوفوا قناتها جدا روعة. والحين يلا بسم الله نبدأ بفيديو اليوم. فيديو اليوم راح أتكلم عن الشعر التالف. أنا بالنسبة لي يعني شعري تلف بسبب إيش؟ بسبب إني أستخدم سيراميك كثير، أستخدم جهاز الويفي كثير. يعني صراحة أشكر شعري إنه للحين في شعر شوي في راسي ما انتهى تماما وما صلعت تماما، لكن بدأت الفراغات. وبنفس الوقت صار شعري جاف ويتساقط، ويعني تحسين كذا شكله صار نافش. انا شعري يعني زمان كان من النوع اللي ناعم، الحين نافش. فحاولت اشوف خلطات طبيعية يعني فعلا يعني تعطيني مفعول. يعني تنصدمون من هالخلطات، بس لما تجربونها راح تحسون بالفرق، وزي ما انا حسيت بالفرق. فهي خلطتين اليوم راح اتكلم عنهم وبتنصدمونهم منها. انا متأكدة بتقول لا مستحيل اني اسوي هالشي، لكن سويه وبتشوفين الفرق ان شاء الله. راح اقول لكم ايش فوائد البيض للشعر وعلى ايش تحتوي. فمنها فيتامين A اللي يساعد على انه يمنع القشرة، فيتامين د راح يساعد انه ينمو شعرك ويقلل من حدوث التساقط، وفيتامين E راح يحمي فروة الراس والشعر من الضرر الناتج من المواد الضارة، يعني اللي هي السشوار والويف والاشياء. وفيها أحماض أمينية تمنع تساقط الشعر وحدوث القشرة برضو، وتمنح الشعر لمعان صحي. البروتينات راح تقوي بصيلات الشعر وتجعل الشعر أكثر سماكة وتمنع تكسر الشعر. أتمنى الحين بعد ما سمعتوا فوائد البيض إنه تجربونه. بس ملاحظاتي إنه ممكن تخففينها مع زبادي أو عسل أو أي زيت أنت حابته. ثاني خلطة راح أتكلم لكم عنها، أنا جربتها شخصيا، حسيت إنه شعري صار أنعم مع الاستخدام المستمر. يعني أنا زي ما قلت لكم صار لي نفشة بعد ما صرت استخدم الويفي سيراميك كثير، فصار عندي نفشة في شعري. فلما استخدم هذه الخلطة شعري اول شيء احس بلمعان، يكون في لمعان بشعري. طبعا طبيعة شعري ناعمة بس نافشة، فهمتوا؟ فكان يعني يخلي الشعر هادي، مو كذا منفوش، يوخر النفشة وحلو. بس ما انصح فيه النوع شعر معين اللي هي شعرها خفيف. اغلب صحباتي جربوا الخلطة واعجبتهم جدا ما عدا بنت واحدة، لان كان طبيعة شعرها اصلا خفيف وشوي. الخلطة هذه راح تنعم لها شعرها بنفس الوقت، يعني كأنه يبين كأنه مستشعر. فلأن شعرها خفيف ما نسبها، بين كأنه أخف من ما هو معتاد. الخلطة بكل بساطة راح تنصدمون منها. طبعا هالشيء اشتهر لكن من ماركة ثانية، و يعني للأسف يعني هي نفس هالشيء، يعني بس فلسفات وتسويق، اللي هو مايونيز البيت العادي. تقدرين تستخدمينه لشعرك، مو محتاجة أبدا مايونيز الشعر الشهير اللي مشهور الحين، لا، مايونيز عادي. خففيه بزيت، حطي معاه زيت، أو ممكن تاخذين كمية اللي انتي تبغينها وتدخلينها بالميكروويف عشان يكون سائل. طبعا المايونيز راح يكون فيه دهون كثيرة، أفضل شيء تستخدمين اللي كامل دسم عشان تستفيدين من الدهون اللي هي فيه. طبعا ايش فوائده للشعر غير اللي انا جربتهم علميا؟ هو راح يساعدك في علاج التلف وعلاج التساقط وبرضه علاج الجفاف. انا قلت لكم كان جاف شعري، وبعدها بعد ما استخدمت مايونيز صار في ترطيب، ويحمي الشعر من التلف والاضرار الناتجة عن التعرض للشمس. عارفة الخلطات اليوم شوي كذا صدمة، لكن بإذن الله بعد ما تجربونها إنه راح تدعوا لي وتشوفون الفرق بشعوركم. كلها أشياء طبيعية وما لها ضرر أكيد. بس المايونيز تجنبوا إنه يكون على فروة الراس. البيض ممكن يكون على فروة الراس لأنه راح يغذي لك فروة الراس. المايونيز ممكن تضيفين له فانيليا شوي بس عشان الريحة. استخدم شامبو مرتين بعد المايونيز ويكون الوضع تمام، ما في ريحة ولا شيء، يعني لا تخافوا من هالناحية.
وبكذا وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله الفيديو عجبكم، لا تنسوا تسووا لايك وكومنت اللي هو التعليقات، وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم جديد القناة من خلال زر السبسكرايب. ولا تنسوا تشوفوا برضو فيديوهات اللي قبل اللي هي فيديوهات البيوتي، خدع جمالية لازم تعرفينها، من ضمنها كيف تحولين الروج من لامع المات، من ضمنها كيف تثبتي المكياج، وطريقة مقشر فرانك منزليا، مقشر الشهير كيف تقدرين تسوينه في البيت من مواد موجودة في كل بيت. برضو إن شاء الله في فيديوهات جاية اللي هي جيف أواي وتوزيعات العيد، ترقبوا توزيعات العيد راح تكون انتوا تطبعونها وتكون مجانية من تصميمي أنا. بما أن في شوي وقت في الفيديو فممكن أجاوب على أسئلتكم. أول سؤال إذا ممكن نسوي مسابقة رمضانية أو لا، إن شاء الله بيكون في فيديو مستقل في تفاصيل المسابقة، فاستنوا المسابقة. ثاني سؤال، هل ممكن هي تسأل على مقشر فرانك، هل ممكن تستخدمه يوميا أو لا؟ كحد أقصى في الأسبوع تستخدمينه 4 مرات. منى تسأل عادي أستخدم زيت الزيتون الأكل ولا لا؟ منى عادي تستخدمينه، لكن حاولي يكون اللي عنده جودة كويسة، مو أي زيت زيتون. برضو تقدرون تستخدمون جوز الهند اللي هو نفس الكوكونات أويل من أي ماركة، بس أهم شيء إنه يكون أصلي وشيء يعني جودته كويسة عشان يعطيك مفعول كويس. آخر سؤال، هل أنت عتيبية أو شكلك عتيبية؟ والنعم في كل العتيبي بس أنا مو منهم. وأشكركم على تعليقاتكم اللي دايم حلوة. جاوبت على الأسئلة لأنه الناس محتاجة أجاوب عليها، بس تعليقاتكم الجميلة جدا أحبها وتسعدني. الله يسعدكم قد ما تسعدوني. وإن شاء الله دايم تستفيدون من الفيديوهات اللي أنزلها، ونشوفكم فيديو ثاني إن شاء الله. مع السلامة.